في إطار تفعيل مخطط النجدة بخصوص مجابهة الكوارث الطبيعية على مستوى البلديات، أشرفت سلطات بلدية تل إفاس بسطيف بالتنسيق مع كل الشركاء على تطبيق مناورة افتراضية تحاكي وقوع حريق بغابة دراوات مخلفة خسائر طبيعية وبشرية، كما تم القبض على المتسببين في هذا الحريق المروع. المقاييس اللي عندنا ان شاء الله نتبع المخطط تاعنا ان شاء الله والتوفيق ان شاء الله. اختبار جاهزيه مخطط النجده. بالنسبه لمخطط النجده البلدي عنده 3 حالات: حاله التاهل، طول المسار لتفعيل المخطط داخل مراكز القياده العمليه ولا حريق غابه كاين سكان متضررين نشاركوا فيها، نشاركوا فيهم سواء بالتدعيم بالآلات ونسخروا واش على لونفلور تاعها كبير. حرائق الدجاج ولا بجميع المقاييس للمتدخلين والإجلاء من اختصاص عدد مهم وشارك في 3 مراحل. تفضل رئيس المقياس وزيد اشرح لنا. صعب نظافة المواد الغذائية، الأغطية لأسكن الخيم، كذلك ممكن الجانب النفسي ثاني. المقياس يتكون من عدة مصادر. السلام عليكم. نفس حالة حرائق الغابات الدور تاعنا راه دور ثانوي، لأنه كاين ناس واضحين رانا في الميدان. بالنسبه لحريق الغابه سيرتو القانون الجديد هما المتدخل الاولين الغابه نفسه هي توفير الموارد الوسائل اللوجستيكيه مثل الشاحنه الوزن الثقيل وتوفير وسائل الطاقه لفرقه الانقاذ والاسعاف المتمثله في المولدات. يعني رايحين نقطعوا حتى نخفوا كما نقولوا احنا نكارتيو ولا دونجي، سواء قناه ثم مرحله تاهيل اعاده البناء. نقوم بديجاجي لي فواريا ومن بعد نقوموا باللي سوان حريق غابه. بالنسبه للمقاييس شنو مقياس الاتصال قام بدوره كما اليوم تم تنفيذ تمرين محاكاه موضوع المناوره حريق غابه على مستوى تحمل. قام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتفعيل المخطط، حيث سجلنا في هذه المناورة حضور معظم المقاييس 13 مقياس حضارة، وسجلنا تفاعل كبير وانسجام في العمل. البداية كانت بمقر العمليات الثابت ببلدية تل إفاس، وفور تلقي أنباء بوقوع هذا الحريق ترأس رئيس المجلس الشعبي البلدي جلسة طارئة بحضور ممثلي مختلف المقاييس، حيث تمت الموافقة على اقتراح الحماية المدنية المتمثل في تنفيذ عمليات النجدة والتدخل، ليتم بعدها التنقل مباشرة إلى مقر النجدة العملياتي المتواجد على مستوى منطقة الدراوات، أين تم توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمختلف الهيئات والتي تسمح بالتكفل الأمثل لإنقاذ الأشخاص ونجدتهم، وتوفير أماكن للإيواء والعلاج تضمن أمن وصحة المنكوبين.
De premier degré. Tout de suite. Ah non, si c'était là, c'est bon. قبل نشوف من هنا نقربوا نحطوا فين تندرج هذه المناورة في إطار رفع من الجاهزية تاع المخطط وكل المقاييس الموضوعين تحت تصرف المخطط تنظيم النجدة البلدي تل إفاسن. كما ذكر حضرة الملازم كان حضور جيد وفعال، تم مناقشة وطرح العديد من الانشغالات والأفكار، وكانت المناورة جازت في ظروف جد حسنة، والهدف تاعها هو المواكبة وتحسين تقديم الخدمات في حال وقوع كوارث. الهدف من هذه المحاكاة هو تنسيق بين جميع المقاييس، يعني تسمى تكون واجدة باش نعرفوا اسكو هذه المقاييس واجدين. يعني اليوم فعلنا المخطط النجدة البلدي واتصلنا بجميع المقاييس اين كانوا حاضرين، يعني بسبور جميع المقاييس، وهذا التمرين يعطينا كما نقولوا تحسب لاي طارئ مستقبلي، يعطينا كما نقولوا كيف نتصرفوا مع اي حريق ولا اي كارثه.